تعرفوا انه اغنى 10 اشخاص في العالم ما في بينهم امرأة واحدة، وانه 80% من اصحاب الشركات الكبرى في العالم والاثرياء هن رجال، و20% فقط نساء، وبتعرفوا انه عمل المرأة هو احد اهم ادوات الحفاظ على الثراء الفاحش لهول الرجال. كيف؟ المرأة العاملة اليوم بتصرف قسم كبير من راتبها على براندات الملابس والحقائب والعطور والمكياج والسيارات يلي اغلب اصحابها رجال. اذا صارت المرأة ست بيت حيقل كثير استهلاكها لهي الاشياء وحيفلس اصحاب الشركات هول الرجال، هذا عدا عن انه اجور العمال حتصير اعلى. لذلك بتلاقوا انه جمعيات حقوق المرأة والحركات النسوية الداعم الاساسي لهم ان هول الرجال الاثرياء، لان بدهم المرأة تكون عاملة تصرف نصف راتبها على برانداتهم وما تدخر شيء، مع انه هول الرجال الاثرياء هن من دول تدعي انها غير ذكورية، صدقوني مجتمعاتهم ذكورية اكثر منا. اما نحن اذا طبقنا الاسلام صح بتعيش المرأة منعمة مكرمة، ستك وام ستك وهي بالبيت كانت ايدها متروسة اساور ذهب وانت بدك تصمدي من راتبك سنة لتشتري ربع اسوارة. انا ماني ضد عمل المرأة كليا ولا بلوم المرأة، لكن بلوم سذاجة اللي صدقوا انه